السلام عليكم الاول، وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يعيده علينا وعليكم. بص، انا مبدئيا كده دايما لما بيبقى في حاجه مضايقاني في الاهلي اتعودت ان انا اسكت، يعني اسيب الناس تهري واسيب الناس كلها تتكلم، وحتى بمتنع ان انا اكتب حتى بوست واحد، او بقلل حتى من ظهوري على الاقل. يوم ماتش الاهلي وصن داونز لما خسرنا 5-2 كتبت كذا بوست، متضايق، مسحت كمان بوستات، بس ما طلعتش ولا اتكلمت ولا عملت فيديو ولا صورت اي حاجه غير بعدها باسبوع تقريبا او اسبوعين. فخلينا بقى نتكلم في الموضوع اللي مستفز بالنسبه لي، واصلا فكره تبادل الاراء فيه، وان الناس تقعد تقول اصل فنيا ايه امام عاشور، فانا يعني ايه متنرفز شويه. فمعلش، انا النهارده بكلمك كمشجع، راجل مشجع عندي 35 سنه، بشجع الاهلي بقالي 30 سنه مثلا، من يوم ما عرفت يعني ايه كوره وانا بشجع الاهلي. قبل كده وانا طفل لما كنت بفرح مع ابويا وبتاع، كان هو راجل زملكاوي، فانا كنت طبعا زملكاوي بالفطره لان هو زملكاوي. لكن بعد كده وانس ان انا فهمت يعني ايه كوره، 5 6 سنين بدات ابقى اهلاوي. مش موضوعنا اصلا. اللي انا عايز اتكلم فيه ايه بقى؟ خلينا الاول ناخد موضوع امام عاشور ده. هو مبدئيا كده يا باشا، امام عاشور شبه رسميا بنسبه 99% مضى مع الاهلي عقد خلاص. في البدايه هيبقى سنه مش عارف اعاره، انا مش بكلمك كحصريات، يعني مصر كلها عارفه. امام عاشور بنسبه كبيره خلاص موجود في الاهلي، او اقترب من الاهلي، او الاهلي وقع معاه، وطبعا ينفع يتراجع في اي وقت. السؤال بقى، خلينا نبدا الاول من ناحيه الموضوع فنيا. هل الاهلي محتاج امام عاشور فنيا؟ اه، جدا. طب انا ليه هبدا من الناحيه الفنيه؟ عشان انت تقتنع تماما ان في فصل بين رايي فنيا في امام عاشور ورأيي في استقدام والتعاقد مع امام عاشور. دي حاجة ودي حاجة. فخلينا نبدأ فنيا. هل الاهلي محتاج امام عاشور فنيا؟ قطعا وقولا واحدا وجدا. لما يمشي من عندك حمدي فتحي في مركز 8، واللي هو اصلا مش لاعب مركز 8، هو لاعب مركز 6، وكولر وظفه في مركز 8 وطلع حاجة ممتازة وطلع منتج حلو جدا وأدى أدواره أحسن من المطلوب، فخلاص ماشي. حمدي فتحي كان أصلا إحنا محتاجينه مركز 8. طب حمدي فتحي مشي، طبيعي جدا إنك تحتاج لاعب يكون في مركز 8، ويا ريت يكون مصري. فمفيش أحسن، مفيش صفقة دلوقتي حاليا في مصر يقدر يأدي مركز 8 أفضل من إمام عاشور. تمام تمام. طب هل الخلاف بتاعي على أخلاق إمام عاشور؟ لا، لان امام عاشور كان عيل صغير وكان بيقل ادبه وبتاع وبيشتم الناس، وعمل مشكله مع كابتن وليد سليمان واختلاف، ولكنه تراجع عن ده واصبح شخص مختلف. فبرضه رايي مش مبني على الاخلاق الحاليه لامام عاشور. وهرجع لك تاني. طب فنيا بقى، احنا قلنا ان امام عاشور الاهلي محتاجه فنيا. طب هو الاهلي ما كانش محتاج حسام حسن؟ اصل انا واحد من الجيل اللي صحي في يوم الصبح كده سنه 2000 لقى حسام حسن وابراهيم حسن في الزمالك. ما حدش فينا سأل اصلا، ولا حد فينا فكر في فكره هو الاهلي محتاج حسام حسن ولا لا. كلنا سألنا ليه، وكنا معلش يعني عيال صغيره. هو حسام حسن مشي ليه؟ فاللي اتقال ان كان في مشكله بينه وبين كابتن ثابت البطل، وان المدير الفني كان اعتقد كان سوبل ساعتها، مش متذكر بس اعتقد كان سوبل، ان الخواجه مش عايز ابراهيم حسن، وحسام حسن قال لي انا واخويا، يا انا وابراهيم موجودين في الاهلي يا لا. هل في حد فكر ان حسام حسن كان المفروض يرجع الاهلي، او الاهلي محتاج حسام حسن فرجعه فنيا؟ طب بعدها بفتره حسام حسن بقى افضل مدرب في مصر في لحظه من اللحظات، وانت كنت محتاج مدرب. هل حد قال نرجع حسام حسن؟ لا. ابراهيم سعيد لما مشي، ايا كان الخلاف اللي حصل، لما مشي ابراهيم سعيد، هل انت ما كنتش محتاجه؟ كنت محتاجه. الاهم بقى عصام الحضري وعبد الله السعيد. لو انت بتتكلم من الناحيه الفنيه، عصام الحضري لما مشي من الاهلي وهرب ولف وراح سيون وراح شمال وراح يمين، عصام الحضري وصل لاعلى ليفل في تاريخه، اعلى ليفل كحارس مرمى في تاريخ مصر وهو خارج الاهلي. لما وصل في 2009 انه حرفيا كان بيلعب قدام ايطاليا والبرازيل، وكان بيعمل مستويات خرافيه. وفي نفس الوقت كان الاهلي رايح يتعاقد مع حارس مرمى فلسطيني اسمه رمزي صالح، مع كامل احترامي ليه لا يصلح ان هو يقف حارس مرمى للاهلي.
يعني الاهلي كان في اشد الاحتياج وما كانش لاقي اصلا حارس مرمى يقف مكان عصام الحضري. هل في شخص اهلاوي قال عصام الحضري يرجع؟ اتحداك. عصام الحضري لف على قنوات مصر كلها كان بيعيط، وعصام الحضري كان افضل حارس مرمى في مصر ساعتها وفي تاريخ مصر، والاهلاويه نفسهم كانوا بيقولوا كلمه واحده بس: عصام الحضري ده لازم يرجع. سوري، عصام الحضري ده من افضل الناس اللي في تاريخ مصر، بس انا كاهلاوي مش عايزه يرجع الاهلي. يبقى انت لازم تفصل يا باشا. فنيا امام عاشور على عيني وعلى راسي، اخلاقيا عصام الحضري ما حدش كان يقدر يتكلم عليه اخلاقيا، اخلاقه كانت ممتازه داخل الملعب والالتزام. هل حد قال عصام الحضري يرجع؟ قولا واحدا لا. عبد الله السعيد لما انت رجعته ومضيته على العقد بعته فنيا؟ لا، انت كنت محتاجه فنيا وكنت في امثل حاجه، ما كانش عندك صانع لعب زي عبد الله السعيد ومشيته. يبقى الموضوع هنا ليه علاقه بفنيا. افصل يا باشا وارجع معايا. لما الاهلي تعاقد مع كهربا، في ناس كتير قالت ان الراجل ده غير مناسب لاخلاق الاهلي. انا واحد من الناس كنت مع صفقه كهربا مش ضدها، ولما اتسالت ليه حتى في وسط اصحابي اشمئي ازاي لاعب عمل حاجات تصرفات لا اخلاقيه، انه سوري تف على جمهور الزمالك وانت هتروح تتعاقد معاه، انت شايف ان الراي ده سليم؟ فانا ساعتها كنت شايف ان الراي ده سليم وان انت من حقك تتعاقد مع كهربا. ليه؟ لسببين ثلاثه مفهومش، ما لهمش ثالث وما لهمش رابع. يعني كهربا اخطا في مين؟ في جمهور الزمالك. تف على مين؟ تف على جمهور الزمالك. هل الاهلي كان طرف في الموضوع؟ لا. الاهلي ماله اصلا؟ ايه علاقه الاهلي بالقصه؟ لاعب في نادي الزمالك اخطا في حق جمهور نادي الزمالك، فنادي الزمالك بعدها باسبوع لعبه ووقعش عليه عقوبه ونزله الملعب. بس يبقى انا كاهلي مش طرف في الموضوع. اللاعب ده ساب الزمالك راح البرتغال، انا من حقي اتفاوض معاه وانا شايف انه مفيش مشكله. طب انا عندي مشكله اخلاقيه معاه، حاسس انه ممكن يعمل مشاكل. حلو قوي، اداره الاهلي عملت له عقد. العقد ده كان بيقول 1 2 3، الراجل ده ليه لائحه لوحده، لو اخطا خطا هيتغرم اكتر من اي لاعب تاني في الاهلي. اقفل بقى كل المواضيع دي اقفل بقى المواضيع بتاعت اللعيبه السابقين، وبعد اذن حضرتك شيل الاشخاص وشيل الاسامي وطبق نفس المعيار. لما تيجي تتكلم في قضيه طبق المعيار وما تطبقش كلام الاشخاص وما تحطش اسامي الاشخاص عامل معاك في الموضوع. يا عز يا عز يا حبيبي، بص، فكره ان الجمهور يشتم، جمهور الاهلي بيشتم وجمهور الزمالك بيشتم، انت ممكن ما تكونش موجود في، انت حبيبي طبعا عز الاول كل سنه وانت طيب، ممكن انت تكون مش موجود في المدرجات فما تعرفش، لكن جمهور الاهلي كله بيشتم، كله بيشتم اللعيبه، جمهور الزمالك كله بيشتم اللعيبه، والكلام ده من سابق العهد ومن ازل السنين يعني. لدرجه ان في يوم من الايام اتحطت لافته لعماد متعب في المدرجات مكتوب فوق عماد متعب ويرى للجميع، وده كان من جمهور الزمالك. قبلها كان حسن شحاته اتشتم واتخاط في عرضه في المدرجات. فالجمهور حاجه يا عز واللعيبه حاجه تانية. خلينا بس في موضوع امام عاشور وانا هرجع لك تاني. امام عاشور اخطا في مين؟ في النادي الاهلي؟ سوري، في نادي الزمالك؟ لا يا باشا، ده اخطا في حق جمهور الاهلي واخطا في حق صالح سليم، الراجل اللي محطوط له تمثال جوه فرع النادي الاهلي في الجزيره، اللي هو رئيس نادي تاريخي وايقوني لكل الاهلاويه. السؤال بقى، هل دي حاجه تغتفر؟ احنا كبشر حاجه والكيانات حاجه. الكيان ده كيان الاهلي، لازم انت تبقى عارف كويس قوي ان الكيانات لا تسامح. انا كراجل مثلا مدير شركه، في يوم من الايام لو جه لعيب عمل حاجه زي كده يخلع. طب لعيب سابني ومشي يمشي. انا كشخص لما اجي اتعامل مع الناس اتعامل مع الناس بالتسامح، لكن الكيانات ما ينفعش تتعامل بالتسامح. لعيب زي ده في يوم من الايام اخطا في حق الاهلي واخطا في حق جمهور الاهلي واخطا في حق راجل رئيس تاريخي في نادي الاهلي. هل ينفع انت تجيبه وتقول لي اصل انا محتاجه فنيا؟ اقسم بالله العظيم قمه يعني ده عبث من الاخر، يعني ده عبث. الجزء الثاني بقى اللي انا كنت عايز اكلمك فيه، طب احنا دورنا ايه؟ انا دوري دلوقتي كجمهور، انا راجل مشجع، دوري ايه؟ دوري ان انا افكرهم، لان هم شكلهم مش فاكرين. كابتن محمود الخطيب على عيني وعلى راسي، هو راجل رئيس نادي تاريخي طبعا، بس السؤال هل هو فاكر حاجه زي كده؟
طب هل هم اختلفوا؟ هل التبس عليهم الامر؟ ده شيء اداري، اي حد فينا ممكن يغلط. دور انا دور انا ان انا اوضح، ودورك انت ان انت توضح ان انا اللاعب ده والله لو كان مارادونا انا مش عايزه، مش محتاجه في الفريق. هل الاهلي من غير امام عاشور هياخد دوري ابطال افريقيا؟ ايوه يا باشا، ما خدها، بياخد دوري ابطال افريقيا 3 سنين في 4 سنين، 3 سنين في اخر 4 سنين. طب السؤال، هل امام عاشور هيفرق الفرق الشاسع مع الاهلي؟ والله العظيم لو مارادونا مفيش حد في العالم كان هيفرق مع الاهلي زي عصام الحضري في تاريخه في عزه. فمن الاخر افصل بين الموضوع فنيا، وافصل بين الصفقه دي من حيث مبادئك التي لا تتسق معاها. بس فكلمتين ورد غطاهم، يعني القصه ما فيهاش كلام كتير. انا بالنسبه لي كانت وقفه جمهور الاهلي مثلا لما جه الاهلي قبل كده كان هيتعاقد مع لاعب بيراميدز، وينج بيراميدز محمد فاروق، وجمهور الاهلي كله رفض. هل ده كان شيء غلط؟ لا، ده كان شيء صح، والمفروض ده يتكرر دلوقتي. اللي مضايقني دلوقتي مش ان الناس عارفه كويس ان امام عاشور فيه مشكله، لا، اللي مضايقني ان في جدل كبير، وكأن الناس صحت النهارده الصبح لقيت نفسها اهلاويه، وكأن انا مطلوب يعني ان انا طالما اللعيب كويس هبدا افكر. ما ابداش افكر يا باشا، في لعيبه كويسه جدا كتير جدا بره الاهلي، بس هل كلهم مناسبين للاهلي؟ اسال نفسك السؤال ده. حبيبي يا عز، كل سنه وانت طيب. حبيبي يا شعبان، والله العظيم وحشني اقسم بالله. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. فبس انا عايزك بس تفكر كده بالراحه وتقول لي لو انت شايف ان الاهلي محتاج امام عاشور اكتر من رمضان صبحي، واكتر من عبد الله السعيد، واكتر من عصام الحضري، تمام يا باشا. ارجع برضو لنفس المبدأ اللي انت بتتبعه في التعاقد مع اللعيبه. هل انت بتستخدم كل اللعيبه على الاساس واحد بس اللي هو اساس الفني؟ لا، الاهلي ليه 100 مليون عامل تاني بيدخلوا. الاهلي بالظبط كده، الاهلي ليه كذا عامل بيتدخلوا في تعاقده مع اللعيبه، مش بس التعاقد الفني. مع كامل احترامي لامام عاشور، هو لاعب فنيا محترم جدا، وعلى فكره اخلاقيا، وهكررها تاني، اخلاقيا هو دلوقتي لعيب محترم جدا، بس ده لا يعنيني، ده شيء ما يخصنيش. هو دلوقتي مؤدب، بس هو في يوم من الايام عمل خطأ لا يغتفر في تاريخ الاهلي. ببساطه لو هيجيب لك كاس العالم انا مش عايزه. بس فاحنا دورنا كده، احنا دورنا ان احنا نفكر. طب السؤال بقى، هل لو اداره الاهلي تعاقدت مع امام عاشور يبقى هم كده هدموا مبادئ الاهلي؟ الاجابه لا طبعا. ليه؟ لان دول اشخاص، كل الاشخاص بتغلط. قبل كده مهندس محمود طاهر كان في غلطه عملها حسام البدري، ادت لان هو هيستبعد من تاريخ الاهلي، مش هيبقى موجود ابدا مع الاهلي. السؤال، محمود طاهر رجعه ولا لا؟ رجعه. هل ده معناه ان الاهلي اخطا في تطبيق مبادئه؟ لا، ده خطا شخصي، خطا فردي. زي ما اللاعب بيغلط، الاداري ممكن يغلط، والمدير الفني ممكن يغلط. فكابتن محمود الخطيب زي ما محمود طاهر غلط، وزي ما كابتن محمود الخطيب نفسه اخطا قبل كده في موضوع تركي الشيخ. ولما تركي الشيخ جه، بص خلينا برضو نتكلم في موضوع تركي الشيخ ده وافكرك ايه قصدي. تركي الشيخ كون ان هو يقدم دعم للنادي لمحمود الخطيب، ده ما كانش فيه مشكله. ليه؟ لان ده حاجه شخصيه. محمود الخطيب بيتلقى دعم اثناء الانتخابات، دي قصه ثانيه ملناش دعوه بيها. كون ان تركي الشيخ يدي دعم للنادي الاهلي او يتعاقد له مع لعيبه، ده يديله دعم، ده مش ضد مبادئ الاهلي، لان ده حصل في الاهلي وحصل في الزمالك. وطول عمر انا لو راجل مشجع دلوقتي ومعايا فلوس وعايز ادي للاهلي دعم، فده من حقي، والاهلي مش من حقه يقف قدامي يعني، او بمعنى صح ادارات الاهلي مش المفروض ان هي تقف قدام حاجه زي كده. سيبنا من الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه ان تركي الشيخ ده اعلن كرئيس شرف للاهلي، ودي كانت خطا اداري فادح، خصوصا ان هو كان بدا يتدخل وعايز يجيب لعيبه بعينها للاهلي وبتشرط ان هو يتدخل في الاداره. فدي خطا اول من كابتن محمود الخطيب. السؤال، هل احنا هنتوقف عن دعم محمود الخطيب؟ لا يا باشا، طول ما محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي فانت لازم ان انت تدعمه. هل هو هيخطئ وهيخطئ تاني يعني، مش بس حتى لو جاب امام عاشور انت لازم تقف وراه ولازم تدعمه، لان الموضوع ملوش علاقه بخطأ الكيان. ده شخص، هو راجل في الاول وفي الاخر، هو شخص موجود في كرسي رئاسه النادي الاهلي، وارد ان هو يغلط. دورك ان انت تفهمه ان ده ما ينفعش، دورك ان انت ترفض ده تماما، ودورك ان انت توضح فقط لا غير. هو لو اخطأ انت برضه لازم تفضل تدعمه لغايه لما يكمل مدته الرئاسيه. وانا لو راجل عضو
في جمعيه عموميه في النادي الاهلي وليا صوت، حرفيا لو جيت في يوم من الايام الفتره الثانيه، لو كابتن محمود الخطيب تعاقد مع امام عاشور وقبل كده كان اخطا خطا بتاع تركي الشيخ، لو انا ليا صوت في النادي الاهلي، لو ده حصل انا مش هديله صوتي بس. لكن ولا هعمل فوضى ولا هعمل مشكله ولا هعمل ولا اقول لا انا مش هدعم الاداره دي طول ما هي موجوده. لا يا باشا، النادي الاهلي مش بتاع كابتن محمود الخطيب، النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا، بتاع الجمهور. النادي الاهلي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هو جمهوره. مفيش لاعب صنع النادي الاهلي، مفيش اداري صنع النادي الاهلي. انا مشجع للاهلي وهفضل مشجع للاهلي، داعم للاداره طول ما هي موجوده. حتى لو اخطات ابدا ادعمها في ان انا اصلح لها اخطائها، وادعمها ان كل ما تيجي تعمل غلطه ثانيه اقول لها ان ده ما يصحش وغير متسق مع مبادئنا. بس وكل سنه وانتم طيبين جميعا. حبيبي يا اسلام، وحشني والله العظيم، والله العظيم وحشني جدا يا اسلام سعد. احمد حلمي، ربنا يكرمك يا حبيبي، مش ناقصين عك، عندك حق. هي بصراحه مش ناقصين عك. انا شايف ان مع كامل احترامي مش ده اللي هيعدل الميله. انت فريقك مش محتاجه للدرجه دي، انت مش واقف عليه يعني من الاخر. وهو مش مارادونا، هو لعيب ممتاز بس ما يخصنيش. عصام الحضري لما كان احسن حارس مرمى في تاريخ مصر كنت بقول كده باللفظ، اقسم بالله كنت بقول كده باللفظ. هو افضل حارس في تاريخ مصر بس ما يشرفنيش انه يلبس تيشيرت الاهلي. ليه؟ لانه ما اخطاش في مصر، هو اخطا في الاهلي. امام عاشور ما اخطاش في مصر، فانا اتمنى انه هو يفضل في منتخب مصر، واتمنى انه يبقى لعيب افضل من كده بكتير، واتمنى انه يحجز مكان اساسي في منتخب مصر، بس ما يشرفنيش انه يلبس تيشيرت الاهلي. كلمني على كهربا، هقول لك تاني وبنفس الالفاظ، كهربا اخطا في نادي الزمالك، فانا لو زملكاوي كنت اول كلمه هقولها ما يشرفنيش انه يلبس تيشيرت الزمالك. لكن انا كراجل اهلاوي ما يشغلنيش، مش قصتي اصلا فكره انه اخطا في الزمالك دي حاجه، وفكره انه يغلط عندي دي حاجه تانية خالص. افصل، وافصل اولا فنيا عن اداريا وعن مبادئك. مبادئك لازم تفضل ثابته، والكيانات لا تسامح. ماشي يا اسلام، هو اعتذر لوليد وانا قلت لك ان هو راجل على عيني وعلى راسي. هو اعتذر خطأ. بص، مبدئيا انا ما جبتش سيره موضوع ان هو ضرب او اتخانق مع كابتن وليد سليمان، لان انا عارف كويس قوي ان في الملعب انت ما تتكلمش مع لاعب وتقول له انت ضربت او عملت. اي لاعب في الملعب بيتحول. جوه الملعب يا باشا انت بتلاقي نفسك غصب عنك بقيت شخصيه تانية. في لعيبه كتير جدا كانت بتبقى حاجه بره الملعب وحاجه تانية جوه الملعب. انا جوه الملعب طالما في خلاف انا ممكن اغلط بس اعتذر. لكن انا بكلمك انه اخطأ في رئيس تاريخي للنادي الاهلي. هو شتم صالح سليم رأسا، صالح سليم وعيلة صالح سليم والاهلاويه. فما تجيش انت تقول لي اجيبه اعمل بيه ايه يا عم. والله لو رونالدينيو والله ما عايزه، اقسم بالله حرفيا لو رونالدينيو انا ما عايزه. بس ففكره ان هو اعتذر ماشي، اتقبل اعتذاره، بس هل معنى ان انا متقبل اعتذاره ان انا ادخله النادي الاهلي؟ لا. وبعدين لو هي بالاعتذار، ده عصام الحضري كان بيبكي دما، لف على كل قنوات مصر كان بيعتذر للاهلي. حسام حسن لف على كل قنوات مصر كان نفسه يرجع الاهلي. لو سالته حسام حسن دلوقتي نفسك ترجع الاهلي ولا لا، هيقول لك ارجع. تعتذر عن اي خطا عملته هيعتذر، وتاريخي. وانا بالنسبه لي حسام حسن هو افضل راس حربه في تاريخ مصر. بالنسبه لي عصام الحضري هو افضل حارس مرمى في تاريخ مصر. دي حاجه ودي حاجه. اعتذر يرجع ليه؟ ايه علاقه ان هو يعتذر بان هو يرجع؟ اعتذر فانا سامحه. تسامح الكيانات شيء وتسامح الاشخاص شيء. انا اتسامح مع شخص كشخص، راجل لراجل، انت صاحبي انا غلطت فيا اسامحك. لكن ككيان، لو انا مدير شركه وانت اخطات في حق الشركه، اقسم بالله ما ترجعها، والله ما تعتبها تاني. بس فمبادئ الاهلي دي اللي احنا بنتعلم منها، واللي احنا صحينا او كبرنا عليها، شفناها قدامنا. فما تجيش انت بين يوم وليله تطلع عندك شويه فولورز فتحاول تقنعني ان لا امام عاشور احنا محتاجينه فنيا، وامام عاشور ضمه مش ضد مبادئ الاهلي. باشا، مبادئك ما تغيرهاش عشان خاطر لاعب، ومبادئك ما تغيرهاش عشان خاطر انت محتاجه فنيا، او عشان اي سبب من الاسباب. ثبت المبادئ، ثبت المعيار مهما اختلف الاشخاص. شكرا، السلام عليكم.